السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواننا على قناتكم كشف الكنوز. صادفتنا إخواني في هذا المكان هذه شجرة المربط الصخري مع عدة توابع لها، حبيت أشارككم التحليل، وهذه أول مرة نأتي إلى هذا المكان. طبعا نحاول إخواني، هنا في بعض الإشارات تمام عن هذا المربط الصخري مع هذه الإشارة على هذه الصخرة أو الخط الصخري، تحفيرات تشبه الأفعى إلى حد ما. طبعا هنا عندنا هذا المكان بين الجرف الصغير يشير إلى الأسفل معه خط انكم ملاحظين، وإذا أردنا ناخذ بنهاية هذا الخط راح ينتهي فينا إلى هذا المكان أيضا. الجرف واضح أنه تثبيت تابع للمربط الصخري اللي شفناه بالأول، المسافة بينهما قريبة جدا إخواني. هنا المربط قريب إخواني، وهنا القص الصخري، لكن الشك كله هنا في هذه التلة المرتفعة قليلا واللي تشكل عليها الصبارة. بس الصبارة هي يعني فيها أكيد الأفاعي، وفيها شايفين أشواك حاولنا الدخول لكن يعني أشواك. طبعا التحليل إخواني الكرام يعني بالنسبة من مربط للقصد إلى هنا واضح يعني العلامة المميزة هنا في هالمكان. في شوك غريب يعني، لاحظوا إخواني شوفوا أمامكم، يعني ما بنقدر ندخل هون، الله أعلم هنا أما يكون في فراغ إخواني الكرام أو مغارة، لازم يطلع معنا مغارة أو فتحة فراغ أو فتحة غرفة مكان، لكن صعب جدا يعني. نحاول نتحسس بجهاز بسيط أو كذا. شايفين إخواني الكرام، شايفين هنا الصخر مركب يعني واضح، أشواك يعني صعبة جدا، صعبة هنا العمل في الشوك يبقى جدا صعب. شايفين هذا كله عفرت سوي بيجي هنا عنا، هذا كله فراغ مردوم يعني واضح هنا والله يا اخواني الكرام. شايفين طبعا هنا نتيجة القش هذا ونتيجة التراب، نتيجة في غمق يعني لا يقل عن متر وشوي لحتى يطلع سطح الفراغ الأساسي. هنا ما يشبه، شايفين مجرى ماء ظاهر في الشتاء، تجي ماء من هنا تسيل بجانب هالمكان. اخواني التحليل لهذا المربط اللي شفناه، شايفين اخواني، هنا نرجع لهون، في مسافة من هون الى القص حوالي متر وشوي، تمام، من القص للمكان. الهدف اللي حكينا عليه الفراغ هو الهدف في هذا المكان، والله أعلم، لكن الهدف هنا في هذا المكان يعني 95% في هذا المكان، الشغل كله في المكان، لكن صبار وشايفين يعني الوضع صعب، المكان يعني كثير جدا صعب اخواني. راح اقرب الكاميرا بحيث كله اشواك. نحاول العمل راح يكون يحتاج الى فؤوس، الى كشاطات، الى مقصات، حتى يعني
فأس أو قزمة ما راح يعمل شيء. راح نحاول أي أداة تحاول تفحص شيء أو كذا ما راح يعني النتيجة راح تكون صعبة بالنسبة لضيق المكان. أشواك حتى بتعلق الأشواك كلها بتعلق بالألبسة بالأيدي، مشكلة يعني. بس للعلم إخواني الكرام، هذه الصبارة الوحيدة موجودة في هذا المكان، يعني الصبارة الوحيدة. يعني أي فحص يكون داخلي راح يسبب مشكلة كبيرة. نحاول يعني نتحسس. حتى هون لاحظتوا التربة شلون مركبة إخواني الكرام، لاحظتوا كيف يعني هذا تحته فراغ. واضح انه التراب ما هو يعني صلب، التراب رخو، موجود فراغ. والله اعلم بالمية مية اخواني الكرام. وهذا المكان ومكان هدف من طبيعة راح احاول اصور لكم حواليه. هون ما ببين معنا بالجهاز الصغير شيء ابدا، لاني ماشي. هون عم بدقق بالاتجاه هون اخواني الكرام، لاني ممكن يكون الاتجاه هون. شايفين حجم المكان كبير يعني ضخم، نتيجة الأشواك صعب جدا، موضوع كثير خطر. يعني لاحظوا كم هو كبير، ضخم، وبنفس الوقت الشيء خطرة ممكن يكون فيه أيضا حيوانات. واضح أنه قديم، يعني ليس لم ينظف أحد، لم يحاول أحد أن يحفره. شايفين يعني ضخامة المكان اخواني. طبعا اخواني طلعنا بيوم عطلة استكشاف هيك في هذا المكان، ما لم نصطحب الا الجهاز الصغير، الطنان الصغير الاسود شفتوه، وليس معنا شيء اخر. ان شاء الله اذا سنحت الظروف نعود الى هذا المكان ان شاء الله. اخواني الكرام، انه لو كان في معدات يعني واشخاص ممكن في عمل هذا المكان، الله أعلم فيه منفعة قوية، كون لم ينشغل فيه أبدا. يعني واضح أنه المكان قديم. وهذه شجرة الصبارة يعني لاحظوا ارتفاعها أخواني الكرام. أنا صورت لكم إياه من برا ومن جوا عشان يكون واضح. التربة واضحة أنه كيف التراب، الحجر ما هو من أصل كله مركب. هون عنا القص الحجري، وشفنا يعني هون تثبيت الجرنين اخواني الكرام. هون الجرنين المربط، عفوا المربط الصخري. يعني دائما المربط نحن اذا وقفنا على الاتجاه هذا تمام عكس الاتجاه دائما. الله هونك ما في شيء على مستوى المربط في الاتجاه هذا، لكن في عكس الاتجاه هو الهدف. بيجي هون تثبيتي معروف، يعني تثبيتي كلمة تثبيتي متر، مترين، 3، هذا كله تثبيتي 1.5 متر. الله عنا إذا قلنا من هون من هالمربط تمام إلى هنا تمام، إلى يعني هون المركز الهدف لا يتجاوز 2 متر، يدوب 1.5 متر، 1.90 متر، 1.80 إلى 2 متر. نرجو أن نكون قدمنا لكم فائدة إخواني الكرام. إن شاء الله في أمكنة يكون في أسهل حفر إن شاء الله نختاره أفضل. تحياتي لكم، لا تنسونا من لايك، دعم القناة، تفعيل زر الجرس، ما مشترك يشترك، وتفعيل زر الجرس. تحياتنا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.